مين فينا بقى بيحب الشاورما؟ جبتلك طريقة تحفة هايلة جدا، وسر تتبيلة المحلات اللي بتخلي الشاورما طعمها ولا في الخيال. جبتها لك بقى بطريقة سهلة وبسيطة زي ما احنا متعودين. وشوفي شكلها، هنعملها وهنقطعها زي بتوع الشاورما واحلى كمان، بطريقة مضمونة وسهلة وهتعجبك جدا، وطعمها وريحتها في حتة تانية. لو انت اول مرة تشوفيني، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. كل اللي انت شفتيه في اول الفيديو بنص كيلو من البانيه. عايزه تجيبي وراك، هاتي وراك واخليها، هتبقى طعمها احلى وهتبقى طريه جدا معاكي. هنجيب البانيه نغسله كويس جدا، نحط معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من البابريكا، وعليها معلقه صغيره من الزعتر، وكيس من شاورمه الفراخ اللي هي التتبيله بتاعه كنور او ماجي، اي حاجه انت بتفضليها. وهنضيف عليهم كوبايه من الزبادي، وعليها ربع كوباية من الزيت أو حوالي 4 5 معالق كبار من الزيت. قلبي التتبيلة الهايلة دي وحطيها في التلاجة لمدة نص ساعة، وبعد كده اشتغلي منها. وكل ما تسيبيها في التتبيلة هيبقى طعمها أحلى وأحلى. هنبدأ إن احنا دلوقتي نشتغل بيها بقى بعد ما سيبناها نص ساعة. هجيب بصلاية متوسطة وهبدأ ان انا اقطعها من النص، بس انا مش عايزة اقطعها من النص قوي، انا عايزة قطعة تكون صغيرة وقطعة تكون تخينة شوية، علشان القطعة التخينة دي هي اللي هتبقى الارضية اللي انا هحط فيها الستيكس، علشان اثبت الستيكس بتاعتي في البصلاية، عشان ابدأ ان انا انزل بالفراخ واعمل السيخ بتاع الشاورما. انا ثبت خلاص الستيكس، ابدا بقى ان انا انزل الشرايح بتاعه الفراخ اللي انا تبلتها، انزلها بقى واحده واحده كده لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا، علشان اقولك دلوقتي هنعمل فيها ايه. ابداي ان انت نزلي الفراخ بالراحه عشان ما تقطعش منك، ولو انت حابه الفراخ تقطعيها اتخن شويه هيبقى افضل كتير، علشان خاطر ما تتقطعش وانت بتحطيها في العصيان بتاعه الستيكس. خلصنا كده والفراخ. هبدأ ان انا دلوقتي اجيب نص البصلاية التاني اللي انا كنت مقطعاه، هحطه من فوق اقفل بيها السيخ بتاع الشاورما، وهجيب الصاجة بتاعة الميكرويف والشبكة بتاعة الميكرويف. هبدأ ان انا احط السيخ عليها، وممكن اوقفه بنفس الطريقة اللي انا موريها لك. الطريقتين عندك هينفعوا. طيب انت ما عندكيش الصاجة بتاع الميكرويف، حطيها في صينية وحطي عليها شبكة، اي طريقة هتنفع معاكي. طيب هنسويها ازاي؟ هنزل الشبكة بتاعة الفرن، هنزلها تحت خالص، وهايد الشواية بس عليها من فوق، ومش هايد من تحت خالص، انا هايد الشواية بس. وكل ما جانب يحمر ويلون ويبقى زي اللي انت شايفاه قدامك، هبدأ ان انا الف السيخ بتاع الشاورما الناحية التانية لحد ما تتحمر من جميع الاتجاهات وتستوي الفراخ. الوقت ده بياخد حوالي ساعة الا ربع علشان يستوي معايا، بس عيني عليها، وفي نفس الوقت كل ما تحمر من اتجاه الفها ناحيه الاتجاه التاني عشان كلها تدي نفس اللون. ممكن بعد ما قطعت كده بقيه الفراخ اللي انت شايفاها على السيخ، ممكن ادخلها تتحمر تاني، بس هي طبيعي كده كلها خلاص مستويه. هبدأ ان انا اجيب العيش السوري وادهنه كده من التومية. التومية انا عملتها في البيت، وهي عبارة عن 5 معالق كبار من النشا على كوباية مية. قلبتهم مع بعض ودوبتهم وحطيتهم على النار، يا دوبك بدأوا ان هم يكتلوا معايا كده، رحت شايلهم من على النار وحطيت عليهم 5 فصوص مفرومين من الثوم، عليها شوية من الخل، وعليها شوية من الزيت، وعليهم كوباية من الزبادي، وضربتهم بالهاند بلندر بقت معايا احلى تومية. وبعدين حطيت في الساندوتش ايه تاني، حطيت بصل وفلفل مقطعه جوليان رفيع خالص، وعليه رشة من الملح ورشة من السماق، بيدي طعم وتست عالي جدا. حطيت كل المكونات الجميله دي وحطيت زيتون بس نسيت اصوره لكم. وبعد كده قفلت الساندوتش، وبعد كده جبت جريل حطيت عليه شويه من الزيت، ونزلت عليه بالساندوتش بالمنظر دوت عشان يتحمر من جميع الاتجاهات ويبقى معاكي بالشكل التحفه ده. هيطلع معاكي احلى ساندوتش شاورما فراخ من اللي بتشتريه من بره، انضف واحلى وارخص مليون مره. سر تتبيله المحلات انا قلتها لك، اعمليها. وقدمت مع الساندوتش التوميه اللي انا قلت لك على طريقتها، وقدمت معاها كاتشب سبايسي، وحمرت معاها شويه من البطاطس. عملنا احلى اكله من اللي ولادنا بيحبوها وبيشتروها من بره بمبالغ عاليه، وطبعا مش ضامنين نظافتها. في البيت احلى واطعم 100 الف مره. دوسي لايك للفيديو لو عجبك، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا.